السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو إلى بوسكورة تيفي. تفاصيل من المنطقة ديال بوسكورة، دوار ولاد سيدي محمد بن عمر، جماعة بوسكورة، عمالة إقليم النواصر. كارثة بالمنطقة ديال دوار ولاد سيدي محمد بن عمر امام المسجد. تابعوا معنا التفاصيل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الى اشواق في بلادنا. اليوم كنتواجدوا بالمنطقة ديال بوسكورة، دوار ولاد سيدي محمد بن عمر بالدحامنة. دوار ولاد سيدي محمد بن عمر بالدحامنة. سيداتي سادتي، كتشوفوا معانا بركة مائية خطيرة جدا، خطيرة جدا. ها هي، هانتوما الخوت. بركة مائية خطيرة جدا امام مسجد بيت الله عز وجل، امام انظار المسؤولين. راهو كتشوفوا معانا التفاصيل. لاحظتوا معانا بعد المسافة بيننا وبين الفيلات واحد 100 متر تقريبا. شوفوا الناس ديال الفيلات كيما عايشين. لاحظوا معنا كلشي بالتفاصيل في الفيديو. شوفوا الناس هنا كي عايشين. هانتوما الخوت، الناس كي عايشين 2025، ووجود العرارم ديال التراب سدوا بيه باش ما يدوز حتى شي واحد المسجد اللي هو بيت الله سبحانه وتعالى. هاد البيت اللي كيغرق بمياه الصرف الصحي اللي كتكب فيه الساكنه ديال المنطقه من هاد الاتجاه ومن الاتجاه الاخر. لاحظوا معنا الخوت تفاصيل كامله في الفيديو. لاحظوا معنا سيداتي سادتي، الدوار كله مهمش، ولا من يحرك ساكنا، من رئيس الجماعة، من عامل إقليم النواصر، من الباشا، من القائد. دفعنا الشكايات للجماعة والو، دفعنا العمالة والو، والكل يقول نفسي نفسي. وهاد الناس كيعرفوهم فقط نهار الانتخابات. نهار انتخابات وكاين اللي الناس هنا باقا ما استافداتش الخوت وما كملاتش مهمة الواد الحار اللي تحبس. ها هي الطابلة ديال الواد الحار. كان بدا في هاد المنطقة اللي حبسوه الناس لا علاقة لهم بالأرض. الناس اللي ما عندهمش الأرض حبسوا الواد الحار على المسجد، المسجد بيت الله عز وجل اللي الناس كتهلا فيه. ولا بان شي محسن الخوت، الله يرحم لكم الوالدين، نتعاونوا، سمعوني، نتعاونوا نصبغوا هاد الجامع هذا ونعاودوه نصلحوه في سبيل الله. راه هنا الاشاره، بغينا نديو الاجر فقط. حنا ما بغينا والو، حنا بغينا الاجر. لاحظوا جنبات المسجد ووجود قنطرة. بناو قنطرة هنا في المسجد عوض ما يتكلموا باش ندويو، باش يكملوا لينا الواد الحار اللي حبسوا هاد الناس اللي ماشي الارض ديالهم. اللهم ان هذا منكر. المسجد بيت الله عز وجل اللي كتصلي فيه الساكنه ديال الدوار هذا، ولا من يحرك ساكنا، وما كيبغيوش يخليو الساكنه تدوي باش ما يتفضحش المسور بالمنطقة ديال بوسكورة. بوسكورة الخوت اللي كتعاني الويلات، ولا من يحرك ساكنة، وتا واحد ما كيبغي يدوي معايا. هذا هو السؤال المطروح، علاش ما كتبغيش تدوي؟ هانتوما هو المسجد، ها جنبات المسجد. هنا كاينة إعادة الهيكلة والترميم. هنا لاحظتوا معنا الخوت الطريق كي دايره 2025 الخوت في بلاد غادي ينظم كأس العالم وكأس افريقيا. واحد راه جبد العرارم ديال التراب
وسد بهم طريق المسجد بيت الله. الناس ملي كتجي مع الفجر كتوحل، حيت ما عندناش الاناره هنا بالليل، ما عندناش الاناره الخوت. دوار مهمش، دوار واكل العصا، الدوار لا من يحرك ساكنا. لاحظوا معانا الطريقه الخوت 2025 وجاو العديد ديال المنابر الاعلاميه لحد الان باقين، وغادا كتزيد كتكفس بالمنطقه ديال بوسكوره. منطقه بوسكوره الخوت اللي كتعاني التهميش من المسؤولين ولا من يحرك ساكنا الخوت. وهاد الناس الساكنه كامله ساكته كيتسناو في محمد ملقب بالجن، كيقدموا الواجهه. انا كنخاف من الله، راه كنقولها مرارا وتكرارا، وصورت العديد من المرات هاد المنطقه هادي. انا قلت لكم كنخاف من الله عز وجل لا شريك له، ووجود ريزوات كتشكل خطر على الساكنه. لاحظتوا معانا المنطقه فين تحبس واد الحار. علاش؟ لان هاد الناس هادو لهم راي اخر، كيديو الاراضي ديال عباد الله في المنطقه ديال بوسكوره وكيبيعوها للشركات، وكيقولوا للناس راه ما عندكمش ما كتستافدوش. حنا نداء كنوجهوه لسيدنا الله ينصرو بان عندنا طغاة جبابره في المنطقه ديال بوسكوره، وبغينا السيد وزير الداخليه يجي يشوف الحاله الكارثيه اللي كتعيشها المنطقه ديال بوسكوره، وبغينا تخرج لجنات وتشوف هذا المسجد اللي كامل تخرب وتا واحد ما كيدويه عليه. اللهم ان هذا منكر. مسجد اللي تبنى في التسعينيات، مسجد اللي كنا مهلين فيه، اللي كنت جبت لي انا الصباغه نصبغو وما خلاونيش، بغاو يصبغوا بقنت اخرى. انا جبنا المسجد، ما جبناش سطل الصباغه لقنت اخرى، جبنا المسجد. كان معاكم محمد ملقب بالجن من المنطقه ديال بوسكوره، دوار ولاد سيدي محمد بن عمر بالدحامنه. الله، الوطن، الملك، مشكوره جريده اش واقع في بلادنا. الى اللقاء.